الاكل. النهارده يوم السعاده، النهارده يوم الهنا، او بمعنى اصح يوم تحقيق الامنيات. عارفين كده لما تقعدوا تحلموا بحاجه نفسكم فيها من زمان وربنا يشاء كده صدفه ان انتوا تلاقوها. ده اللي حصل معايا النهارده في الدولمه العراقيه. من زمان قوي وانا نفسي اجرب الدولمه العراقيه، يعني ياما سمعت عنها وياما ناس قالت عليها كلام وشعائر وقصص، فالصراحه كان نفسي جدا اجربها، خصوصا ان انا بحب قوي المحشي المصري وسمعت ان هي قريبه من المحشي المصري. فمن زمان بدور على مطعم عراقي عشان اجرب من عنده الدولمه العراقيه. بس النهارده مش هنجربها من مطعم عراقي، لا هنجربها من بيت عراقي. حبيبي، هو الراجل الجميل ده حبيبي، ايه الاخبار؟ شو اخبارك؟ تمام والله يا باشا، ربنا يخليك. طيب القصه ان الراجل الجميل ده قابلته بالصدفه في سيتي سنتر، والمهم اتعرفنا على بعض فقال لنا من العراق. خلاص، فسالته قلت له ايه، قلت له انا عايز محل في ليدز، لو تعرف محل في ليدز بيعمل دولمه عراقيه، لان انا نفسي جدا في دولمه عراقيه. مفيش، بعد يوم قال لي عزومه عندي، تعالى اعمل لك دولمه عراقيه. والله اكرم ناس وعلى راسي من فوق والله. طيبك، الله يحفظك حبيبي، الله يسلمك. طيب قبل ما نتجه كده ونروح بقى نجرب الدولمه، انا عايز عمر يشرح لنا كده سريعا ايه هي الدولمه العراقيه وايه يعني ايه مكوناتها. الدولمه العراقيه هي عباره عن انه ورق مال السلق، تمام، ينلف بمحشي. المحشي هسه راح احكي لك اياه، والشجر ينحفر، والطماطه والبصل هذه كلها تنحفر. تمام، المواد اللي تطلع من ذنين اللي ينحفرن كلهن ينضربن بالخلاط، حلو، ويطلعن تضيف وياهن التمن واللحم، وتضيف وياهن انه البهارات اللي هي اقل الخاشوقه، كمون يعني حسب الكميه، تمام، وكركم، وبعدين زيت تضيفين وياهن، وبعدين من تصفطهن بالجدر تمام. تخلي وياهن ويا المي تمر هند ويفور ويستوي. انتوا بتحشوا بقى كل حاجه، بتحشوا كل شيء زي عندنا يعني. ايه. بتحشوا الورق العنب، اكو بالورق العنب واكو بالسلق. والسلق ده اللي هو الكرنب. والله ما اعرف شنو. ممكن يبقى اكتبوا لنا في الكومنتس لو السلق ده هو الكرنب، غالبا هو ايه. تمام. وكوسه الشجر والطماطه والبصل والبصل. ايه. البصل عندكم مهم، مشهورين بالبصل. البصل، الفلفل البارد، الباذنجان، يعني كل حلو. هذه انه تنحفر حلو جدا. وتحشى. تعالوا بقى نروح في البيت ونجرب. طيب اولا ده مخلل او ترشي زي ما بنقول عليه في مصر، ده مخلل عراقي. عمر هو اللي عامله، بيحكي لي يعني، بيقول لي ان ده مش هتلاقي زيه في ليدز ولا في انجلترا. فانا متحمس صراحه ان انا اجرب المخلل ده. خلينا بقى ايه نفتح ونشوف الدولمه. بسم الله ما شاء الله، هم ايه يعني متوصيين في اللف. واو، الله الله. في بس توضيح مهم يعني عمر قال لي عليه، ان هو اصلا الدولمه المفروض ان هم بيعملوها في حله، وساعه الاكل بتتقلب وتتاكل على طول. فهو قال لي تحب اقلبها لك ولا تاخد تقلبها انت؟ قلت له مفيش مشكله، اقلبها انت واحنا هناكلها عادي مفيش مشكله. فهي كده اتقلبت، وده الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين، بصل محشي، طماطم محشيه، فلفل محشي، ورق عنب محشي، كوسه محشيه، ودلعني دلع لان انا متدلع. خلينا كده نقول بسم الله ونجرب. اول حاجه هو الورق العنب. ورق العنب هو كله يعني ايه مع بعضه في مكان واحد. مبدئيا هو مختلف تماما عن المحشي المصري، يعني مفيش اي وجوه تشابه من المحشي المصري والدولمه العراقيه. ناخد واحد كمان. طعمه جامد قوي، بس طعمه
قريب من حاجه يعني احنا بنعملها في مصر، يعني الخلطه دي نفسها قريبه من خلطه احنا بنعملها في مصر. ايه هي؟ مش قادر احدد، بس هي الطماطم باينه قوي فيها. خلينا بقى نجرب المخلل. الخيار المخلل جامد، خيار مخلل جامد. خليني اقول لكم ان احنا في انجلترا بنعاني ان انت اصلا تلاقي مخلل، فالمخلل اللي هو عامله ده تسلم ايدك يا عمر، حاجه قويه. انا عايز اجرب بقى محشي البصل. انا ما جربتش مثلا محشي البصل ده غير مره واحده وكان مصري، فده غالبا يبقى مختلف. بصله كامله ومحشيه. تاخد البصله دي بقى كده زي ما هي وتروح ايه قاطمها قطمه. احنا عندنا في مصر محشي البصل ده مش منتشر كتير، يعني مفيش ناس كتير بتعمل محشي بصل. اكتر حاجه مشهوره عندنا ورق العنب والكرنب والكوسه والحاجات دي والفلفل، لكن البصل يعني عمري ما اتعزمت عند حد ولقيت عامل محشي بصل. البصل مستوي قوي لدرجه ان انت يعني ما بتحسش ان في بصل اصلا، طبقه البصل مستويه قوي، فلما بتعض بتقطم معاك على طول، مش بتشد مثلا. فبصلايه محشيه الصراحه يعني تدرس في كتب التاريخ. لا توماو اور بيبر. نجرب محشي الطماطم زي ما انتم شايفين كده، طماطمايه ومحشيه. انا بس يعني بحاول اتخيل هم ازاي حشوا الطماطمايه محشيه وفي نفس الوقت محتفظه لسه بقشرتها كلها، فهم غالبا فرغوها من فوق وحشوها. ندخل بقى على الكوسه. دولمة كوسه، نفس طريقه المحشي بتاع الكوسه بتاعنا، ولكن مختلفه شويه ان هم مخرمين الكوسه كده من كل حته، ولكن طبعا المذاق يختلف. الخلطه مختلفه تماما، يعني كنت متخيل ان الخلطه يعني على الاقل هتبقى في تقارب ما بينها وما بين الخلطه بتاعتنا، ولكن المحشي طعمه مختلف تماما، بيديك طعم مختلف للمحشي اللي انت متعود عليه. يعني لو انت مفكر ان الدولمه هيبقى طعمها قريب من المحشي المصري، انسى. هي فلفل محشي وكوسه محشيه وبصل محشي وورق عنب محشي، ولكن طعم مختلف تماما. الواضح قوي في الدولمه العراقيه هو ريحه الطماطم وطعم الطماطم في الدولمه كلها. يعني الخلطه اللي بيتعمل بيها الدولمه اللي هي الرز وكده فيها طماطم كتير، فيها صلصه طماطم كتير، فواضحه قوي وطاغيه في الاكله نفسها، تحس ان الطعم فيه طماطم، فمديها فليفر الطماطم وريحه الطماطم. عاش اهل العراق ما شاء الله، يعني طبق رائع. وشكرا لزوجة عمر على الاكله الجميله دي، حاجه رائعه الصراحه. من زمان جدا جدا كان نفسي اجرب الدولمه، وانتوا حققتوا لي حلمي الحمد لله يعني. فجميله الدولمه، وان شاء الله باذن الله بقى نحاول المره الجايه نجربها في العراق، نروح العراق ونجرب دولمه في العراق ان شاء الله باذن الله. اكتبوا لنا في الكومنتس لو انتوا جربتوا الدولمه قبل كده، ايه رايكم فيها؟ ولو ما جربتوش الدولمه ممكن تجربوها ولا لا، وممكن نحاول نتعلمها ونعملها في البيت، يعني ليه لا. فانا بالنسبه لي صراحه تجربه يعني كان نفسي فيها من زمان، واخيرا الواحد حققها. فبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع بتوع الاكل. هم 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 بتوع الأكل. يلا هم.